السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض صينية جلاش بالكنافة بطريقة سهلة جدا، هتاخد معاكي شكل البومبي الجميل ده، وكمان الجلاش معانا مورق ان شاء الله تسعد بيها لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. اهم حاجة ما تنسيش تدعميني بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. هنبدأ كده نجهز مع بعض الشربات. نزلت كده بكوبايتين من السكر، وكمان هضيف لهم كده كوبايتين من المية. وصفة سهلة جدا هنعملها كده مع بعض رمضان. عزومات رمضان طبعا دايما بنعمل فيها الحاجة الحلوة، فاحنا كده بنستعد ان شاء الله لرمضان. اعمليها وان شاء الله الوصفة تعجبك. ضفت لها كده رشة من الفانيليا وكمان عصير ليمونة، وهرفعهم على النار وهنبدأ نعمل مع بعض الكنافة. معايا كده 300 جرام من الكنافة. طبعا الكنافة معايا متفرزة. تبدأي كده بتنعميها كويس جدا بإيديكي. المقادير هتلاقيها مكتوبة في صندوق الوصف. اهم حاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هبدأ كده اضيف لها معلقتين كبار من السكر البودر. هقلب كده. طبعا وصفة سهلة جدا، الكنافة او الجلاش بالكنافة. طبعا وصفة جميلة جدا، وكمان بنعملها كده في عزومات رمضان. هسيب كده الكنافة على جنب، وهجيب كده صينية عشان اخد مقاس الجلاش. طبعا معايا ربع كيلو من الجلاش. هنبدأ كده ناخد مقاس الصينية، وهنظبط كده الجلاش طبعا عشان يكون بمقاس واحد. بالسكينة كده بتاخدي مقاس الصينية، وبتبدأي كده. طبعا الزيادات ممكن تحمريها وبتعمليها كمان طاجن ام علي. هنبدأ كده نشيل الجلاش في فوطة مطبخ عشان ما ينشفش مننا، وبمسحة كده من السمنة بتبدأي كده بتمسحي الصينية كويس جدا. معايا هنا صينية مقاس 30. هبدأ كده اجيب الكنافة، هنزل كده على الكنافة بكمية بسيطة من السمنة، وهنبدأ كده نقلب مع بعض. انا مش هنزل بكمية السمنة كلها في البداية عشان ما تعملش معايا تكتلات. بتبدأي كده بتبسيها كويس جدا. الخطوة دي جميلة جدا للكنافة، ان انت بتضيفي كمية بسيطة عشان بتكلكع كده معانا، وكمان بتتعبنا ان احنا واحنا يعني بننزلها كده في الصينية. فان انت بتنزلي بس معلقتين كبار من السمنة كده بتشربي الكنافة بيها، وكمان هنضيف لها كده باقي كمية السمنة عليها لما نثبتها كده في الصينية. تضغطي كويس جدا بايديكي، وعندك طبق كبير او صينية اقل من الصينية اللي احنا مستخدمينها بتبدأي كده بتضغطي عشان بتثبتي طبعا قاعدة الكنافة او الديسك بتاع الكنافة. هبدأ كده اضغط، وكمان هجيب صينية اقل شوية وهنبدأ نضغط مع بعض. الخطوة دي طبعا جميلة جدا، بتثبتي الكنافة عشان ما تفكش منك في الفرن. اتأكدت طبعا ان هي ثبتت معايا، وكمان السطح بتاعها متساوي. هنبدأ كده اجيب السمنة وهنبدأ نشرب الكنافة. بتبدأي كده بتوزعي السمنة كويس جدا. وكمان معايا المكسرات، اي نوع مكسرات متوفر عندك ممكن تضيفيه. مستغنية خالص عن الحشوة، ممكن كمان تستغني عنها خالص. اي نوع متوفر عندك ممكن تضيفيه. هضيف له كده رشة من الفانيليا ومعلقتين سيرب تقيل، وكمان معلقتين من السمنة. الخطوة دي برضو خطوة جميلة جدا، جربيها بتثبت معاك الحشوة على الكنافة. هنزل كده بكمية الحشوة على الكنافة وهنبدأ كده نوزعها. بتثبتها كويس جدا بايديكي او بالمعلقة. اهم حاجة في صينية الجلاش بتدخل على فرن درجة حرارته 200. بتحطيها طبعا على الرف الاوسط، تاخد لون كده جميل من تحت. الكنافة بتاخد لون، بتتأكدي ان الكنافة استوت معاكي او خدت اللون طبعا بتاعها. من جنب الكنافة كده بتلاقيها لونها احمر. طبعا بتطفي عليها، وكمان بتشغلي لها الشواية بس ما تعليش الشواية، بتكون هادية خالص. وبتبدأي كده بايديكي طبعا بتحركي الصينية كل 5 دقايق وكل 3 دقايق عشان تاخد معاكي اللون الموحد اللي هتشوفيه في الاخر. ثبت طبعا الحشوة كويس. هبدأ كده اجيب طبقات الجلاش.
وبيكون طبعا متغطي بفوطة من فوط المطبخ. لو وصلت للفيديو لغاية هنا متنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنبدأ كده مع بعض بنورق الجلاش بالسمنة. طبعا مش مشكلة كمية السمنة اللي هتضيفيها، اهم حاجة بتوزعها كويس جدا عشان بتطلع معاكي الجلاش في الاخر مورق، بيطلع معاكي طبقات جميلة جدا. الوصفة سهلة جدا وبسيطة. المقادير المتاحة عندك ممكن تزودي المقادير او تقللي كمان. طبقات الجلاش معانا هنا 12 طبقة، ممكن تزودي اكتر او تقللي على حسب الكمية اللي انت مستخدماها والمتاحة عندك. بتبدأي كده بتضيفي مسحة كده كويسة جدا من السمنة، اهم حاجة ما تزوديش، المهم توزعها كويس. وبترصي كده طبقاتك، ممكن كمان ترصيها على طول في الصينية، انا هنا عاملاها على الرخامة. وتضيفي كده الطبقات بتاعتك. جربي الوصفة دي ان شاء الله هتعجبك جدا لرمضان. تبدأي كده، طبعا انا خلصت كده الكمية بتاعتي، هتبدأي كده بعلامة زائد بالسكينة بتعمليها في البداية، بعد كده بتثبتي بايديكي كويس وبالسكينة بتبدأي تعملي مثلثات. وتكوني طبعا مسخنة الفرن بتاعك قبلها ب10 دقايق، ودايما ايديكي مع الصينية في الفرن بتقلبيها على طول. مسحة كده من السمنة وهنبدأ ننزل على الجلاش. السمنة بتورق معانا الجلاش جدا. عملت كده المسحة الجميلة دي، مسخنة الفرن بتاعي ويلا بينا هندخلها مع بعض. انا هنا رافعاها طبعا على صاج من صاج الخبيز علشان ما تاخدش اللون من تحت بسرعة. يلا بينا هنقدمها. ده شكلها النهائي. طبعا ايديا كانت فيها على طول عشان تاخد معايا اللون الموحد ده. وطبعا الجلاش معايا طالع من الفرن، وكمان الشربات بارد. نزلت كده بكمية الشربات، بتشربيها وبتسيبيها شوية تبرد. وصفة سهلة جدا استعدي بيها رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يا رب الوصفة تعجبكم، وصفاتي يا رب تنول اعجابكم. لونها جميل جدا. بتزينيها طبعا بأي زينة متوفرة عندك فستق زينيها، عندك مكسرات. انا المكسرات المتوفرة عندي بدأت كده ازينها، بتدي شكل جميل جدا. قدميها بألف هنا على قلوبكم. هنبدأ كده طبعا بتسلكي براها خالص بالسكينة كده من الجنبين، وبتبدأي بتشيليها بالراحة. طبعا طبقات الجلاش مورقة وكمان دايبة دوب، طعمها جميل جدا. بألف هنا على قلوبكم. يا رب الوصفة تعجبكم، وما تنسوش تدعموني، وفي رعاية الله.